مساء الفل. ازاي يا دكتور اخلي ابني يشاركني في مسؤولية اخواته؟ اولا لازم يلاقي مردود من المسؤولية دي، يعني لازم اكافئه واقول له شكرا ليك وكتر خيرك انك بتساعدني وكتر خيرك انك معايا وهكذا. مهم كمان اقول له اميزه بقى شويه لان هو الكبير واللي بيساعد، فلو في حاجه هو اللي يختار الاول علشان هو الكبير، مش لازم كل مره ولكن في معظم المرات هخليه يختار الاول. هديله صلاحيات اكتر من اخواته وهشكره على مشاركته دي. هطلب من اخواته يحترموه ويقدروه ويشكروه على اللي بيعمله لهم، فما اسمحش للصغير يتجاوز معاه ويقل ادبه، لان انت اخوك الكبير اللي بيخلي باله منك وبيبقى مسؤول عنك وبيساعدك. دي حاجات مهمه، لان احنا كتير مننا بيبقى عنده الكبير محمل عليه ومشيله وعايزه يعمل كل حاجه، وفي نفس الوقت هو ما بيديلوش اي مميزات على انه الكبير. بالعكس هو بيهزقه اكتر وبيزعق له اكتر وبيتخانق معاه اكتر وبيحاسبه اكتر وبيطلع عينه اكتر على اعتبار ان هو الكبير. فبالتالي الكبير بيرفض بقى هذه المسؤوليه وانا ماليش دعوه. فاحنا محتاجين علشان ندي المسؤوليه، احنا ندي المسؤوليه بان دي حاجه كبيره واحنا بنديها لك عشان انت كبير وانت فاهم وانت كويس وانت شاطر، مش عشان بنعاقبك بيها. وقدامها هو بياخد مميزات لان هو الكبير، هناخد رايه في حاجات لان هو الكبير وهو اللي بيفهم، وهو انت شاطر انك بتساعدنا وانت حد مهم انك بتساعدنا وانت كويس انك بتساعدنا واحنا ممتنين لده. وزي ما قلنا الصغير كمان يحترمه ويقدره علشان هو اخوك الكبير اللي بيخلي باله منك وبيساعدك. دمتم بصحة وسعادة.